السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم زينب، فيديو جديد ويوميات من يومياتي كده. هنبدأ نسمي الله. النهارده اليوم طويل وروتين يوم كامل، غدا وفطار وحلويات وحاجات كتير قوي هعملها معاكم. هيبقى يوم طويل كده. الفيديو مش كبير قوي، بس انا مختصرة على قد ما اقدر. فهنسمي الله كده ونبدأ من يوم، يعني من بدري. اليوم لما الواحد بيبدأه من بدري الصبح قوي، يعني بعد المدارس وكده، اليوم بينجز مع البني آدم يعني، وبيخليه يبقى نشيط ويخلص يعني بسرعة. طبعا زي ما انتم شايفين، انا جايبه طماطم، قلت اقطعها كده وهبدأ اعمل صلصة. لما بكون بعمل صلصة المحشي ولا حاجة بزود جامد، يعني بزود شوية، بحيث ايه اعمل بهم طبخة تاني وكده بدل ما اعمل مرتين. طبعا محضره هنا البصل بشراه كده، مقطعاه، وانا ببشر عليه دلوقتي. ليا اللي بتبقى في اللحمه دي، يعني الراجل مداني في اللحمه، فما سلقتهاش، حطيتها كده، قطعت منها حته. فسايبه البصل بقى يتحمر وكده. قبل ما يتحمر يكون انا ايه ضربت الطماطم، وحطيت طبعا فلفل يدي طعم، وتوم في الصلصه. هنزل بقى كده طبعا بالطماطم بتاعتي، عقبال بقى عقبال ما تتسبك شويه. هكون ايه جهزت كرومبه. انا جايبه كرومبه صغيره كده، لقيت الراجل معدي جبتها. يعني هي تعمل حله صغيره، مش تعمل كتير، يعني هي مره غدوه كده وخلاص، يعني مش هيتبقى منها كتير. انا بحب اقطع الكرومبه زي ما انتم شايفين كده، ما بقطعهاش زي بقى لما بيقعدوا يقولوا 4 ونقطعها ما بتبقاش مظبوطه، لان بقطعها كده عادي كده. افصص بقى كل اللي جواها. لازم اقشر كل القلب بتاعها اللي جوه الاول. قاعده بقى لوحدي، ولاد في المدرسه، فانا رايقه بعمل بروقان وبنجز. انا محضره ميه هنا وحطيت عليها ملح. هنزل بقى بالكرنب كده، احط يعني كميه، هيبقى مش مشكله. اول ما يعني الميه تغلي معايا هيدبل والورق هينزل لتحت. فانا هحط كده كميه كويسه. تمام كده. اجيب حاجه بقى وامسك ايه يمين وشمال، هقلبه الناحيه التانية، ومش هسيبه يتسلق قوي لان هو اصلا بيبقى سخن. فلما بطلعه في مصفى كده فوق بعضه، فبرضه السخونيه بتخليه يستوي شويه عشان ما يتهريش مني ويبقى ايه مهري. خلاص كده خلصت. هبتدي بقى ايه اعمل الخضره، اقطع الخضره كده كلها وخلصها. لما تيجوا تعملوا الصلصه بنعمل حبه كده ونشيلهم في علبه او كده، نزود بيخففوا بقى عليه الحمل. الواحد لما يجي يعمل محشي تاني ولا ممبار ولا اي حاجه بيبقى موجود الصلصه، او لو ضيف او عزومه او حاجه المحشي بيبقى موجود. تحطي يا دوب الرز وتروحي يعني حشي على طول، بيبقى حاجه حلوه بتنجز في الوقت. طبعا انا الصلصه بتاعتي اتسبكت، فلما اتسبكت نزلت بالخضره عليها في اخر غلوه كده، مش من اول ما اتسبكت يعني. انا نسيت اقول لكم ان انا طبعا حطيت توابل في الصلصه. حطيت شوربه ماجي، وحطيت فلفل اسود وزعتر وكمون وكزبره، بس ما كترتش الكمون لان بيمرر في الصلصه. وحطيت شويه سكر، معلقه صغيره كده سكر عشان الحموضه بتاعه الصلصه. فانا مش عارفه اللقطه بتاعه التوابل دي راحت فين، ما جاتش معايا في الفيديو يعني. هجهز طبعا، اقطع الكرومبه كده بالشكل ده كده. مش هجهزها، اقطعها واجهزها فهتنجز معايا على طول. انا ما جهزتش رز كتير عشان الكرومبه صغيره، مش هتاخد رز كتير. والمحشي يعني بيتلف بشويه رز صغيرين قوي، الصباع، عشان هو بيفرد جوه الورق يعني. اقطعها كلها. طبعا هي فرشه الحله ورق اخضر ورشه زيت. هبتدي بقى ايه الف المحشي كده. هنجز دلوقتي كده واخلص المحشي بتاعي.
بعرفش اقعد وانا بحشي المحشي، يعني ممكن يبقى في السفرة انا واقفة ومش عارفة اقعد احشي وانا قاعدة بالطريقة دي. اخلص كل المحشي بتاعي. مرة على مرة الواحد لو مش بيعرف يلف محشي، مرة على مرة بيتعلم ويبقى سريع، يعني في الاول يبقى بطيء بعد كده بيسرع، بياخد على لف المحشي. بص الكرومبة عملت لي نص حلة صغير، يعني من الكبار دول نص حلة. طبعا غاسلة هنا الفراخ ونقعاها، وده بتنجان حاطة عليه ملح ومية، وحطيت هنا مية اللحمة، وحطيت بصل عليها وطماطم وكده. الشوربه بتاعت اللحمه، الرغاوي اللي عليها سمنه دي فلفل اسود، يعني لسه انا ما حطيتش لحمه ولا حاجه، فدي فلفل اسود مش حاجه يعني. محضره هنا بقى ملوخيه، بس ملوخيه كيس يعني من الكيس، مش مخرطاها. بس يعني سلقت الفراخ الاول عشان اسقي محشي الشوربه بتاعت الفراخ. وهنا بقلب كده. عندي هنا بقى شويه توم على شويه زيت كده، ورحت حاطه بقى دبس رمان كده شويه عشان يدي لون احمر للفراخ، وهدهنها وادخلها ايه الفرن عقبال لما المحشي يستوي تكون هي ايه اتحمرت، لان الفرن عندي النار بتاعته هاديه خالص، فعقبال لما ادخل ده ويتحمر يكون المحشي استوى. بس كده. عندي هنا توم، هو ناعم مني قوي لان انا ضربته في الخلاط مش في الكبه، عشان الكبه بايظه، فانا ضربته في الخلاط فحطيت ليمون وخل فبقى ناعم قوي كده مني. حطيت توم وفلفل وتوابل وخل وملح وكده، فعملت الخلطه دي وحطيتها كده في البتنجان. كده الفراخ خلاص تمام اتحمرت اهي، وطلعتها من الفرن. المحشي كده بيتسقي. بصوا بقى، هعمل هنا برضو صينية بطاطا كده، دي حاجة حلوة كده. جبت البطاطا وقشرتها وقطعتها وحطيت عليها سكر وحطيتها تغلي، ودي المية بتاعت البطاطا، ودي البطاطا بعد ما اتسلقت، فانا هرسها كده بالشكل ده. انا هعملها سادة من غير مكسرات من غير اي حاجة. جبت هنا بقى سمنة على زيت وحطيت فيه 3-4 معالق دقيق كده عشان اعمل بشاميل، لكني بعمل بشاميل باللحمه المفرومه، بس هحط بدل الملح هحط سكر. فهنزل كده باللبن، حطيت نص الكيس بتاع اللبن ابو خيرو ده. فهحط بقى ميه البطاطا، بتدي طعم حلو قوي في البشاميل وريحه كده. واحط فانيليا وسكر برضو، يعني كده هحط سكر، مش هزود لان البطاطا هي مسلوقه فيها سكر والبطاطا مسكره اصلا. فكده البشاميل تمام بقى كويس وجاهز معايا. هاخد بقى بيه كده معلقتين كده في البطاطا، هقلبهم في قلب البطاطا، وهزود بقى معلقتين عسل نحل كده، حسيتها ضلع شويه. جيب الصينيه بتاعتي احط فيها بقى ايه، كنت هفضي البطاطا ونسيت، فرحت احط معلقه بشاميل كده افردها في الصينيه عشان تدي منظر من تحت دي، يعني تستوي وتدي حمار كده للبطاطا من تحت. هنزل بقى بالبطاطا. انا كنت عايزه احط نص الكميه بس، قلت اعملها رفيعه، بعد كده قلت لا اكمل بقى بقيه الحله انزلها كلها. نزلت بقى كده بالبشاميل على وشها. استنوا بس انضف المعلقه، مش هينفع النظام ده. بس وانزل كده المعلقه السيليكون دي، بتخلي كل اللي في الحله ينزل ويتلم، وما بتسيبش حاجه في الحلل خالص. هفرد طبعا كده على قد ما اقدر. دخلتها كده الفرن يا جماعه، كده استوت. طبعا هي سخنه، لو برد